للتنمر. شوفي وش الموضوع اللي كان عندك في الماضي. تعرضتي لكبت المشاعر، تعرضتي للإهانة، تعرضتي للضرب. هذا الشيء مهما قلتي إنه أنا كبيرة الحين وما يهمن، بقول لك إلا يهمك. والدليل إنه أنت تعصبين على أشياء تافهة. لأن لو شفنا سلوكيات الطفل شيء طبيعي إنه يستكشف، إنه يتعلم، إنه يسأل، إنه كل الأشياء اللي يسويها الطفل أشياء طبيعية. من اللي مو طبيعي؟ الإنسان الغاضب، الإنسان اللي يعصب، هذا هو اللي مو طبيعي. معناته إنه أنت اللي عندك مشاعر تحتاج لترتيب. تحتاجين بس يا حبيبتي إنه أنت تحبين نفسك، إنه أنت تعرفين نفسك. ارجعي ربي نفسك عادي قبل ما تربين عيالك. ارجعي ربي نفسك. ترى مو بعيب، ترى مو بعيب ولا بحرام إنه الإنسان يشوف إنه على خطأ ويصحح، يشوف إنه ما يحب نفسه يحب نفسه، يشوف إنه ما يحترم نفسه يحترم نفسه، يشوف إنه ما يقدر نفسه يقدر نفسه. وين الخطأ في الموضوع؟ ارجعي ربي نفسك، حبي نفسك من جديد، حبي الحياة، حبي كل شيء. في شيء حدث في الماضي، خليني أقول مو بشرط حتى وأنت طفلة صغيرة، ممكن تكوني في عمر التربية، ممكن تكوني في عمر البلوغ. في شيء حدث صار نزل من تقديرك، خلينا أقول كسر تقديرك لذاتك. ليش؟ لأن الطفل، ليش أنت الحين تحسين أنه الطفل مزعج؟ لأن الطفل بفطرته السليمة هو إنسان واثق من نفسه، عنده تقدير لذاته. فهو الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الفطرة اللي منه يستكشف، ما يخاف. تلقينه يرجع على أي شيء، يفتح أي شيء، يحاول يستكشف الأشياء. هذه من الفطرة، إنه الإنسان يستكشف. أنت فقدتي هذه الفطرة، وعشان كذا تحسينه شيء غريب، وتبين تحولين هذا الإنسان زيك بالضبط. إنسان ما في حركاته مضبوطة، ما يستكشف، ما خلاص تعلم الشيء اللي أنا تعلمته بس ستوب. ممنوع إنه أنت تستكشف أو تفهم أو تشغل مخك، ممنوع، لأنه أنت تربيتي كذا. عرفتوا؟ حنا خلون بقول لكم يا بنات، المشاعر كأنه شيء كذا. حنا تعرفون البقشة حق تلولين، تعرفون اللي حنا نسميه بقشة، أو اللي نسميه شيء ورث ورثناه من العائلة. إنه أنا ورثت أمي شيء مثلا كقلادة، فأنا هذه القلادة من كثر ما أهتم برغم إنها خلاص، فأنا أجي أسلم لأولادي وأولادي يسلمون لأولادهم، وهكذا. إنه أنا زي ما تربيت أربي عيالي.